السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. احنا ان شاء الله هنعمل مع بعض فراخ مشوية في الفرن بتتبيلة جميلة قوي وبسيطة و... ومكونات سهلة برضو وما خدتش مننا وقت، وجنبها رز بالكاري، وسهلة جدا وهتعجبكم. واللي أول مرة يشوف القناة قبل ما نبدأ الفيديو يخش يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا بينا بقى نسمي الله ونخش كده ونشوف المكونات والطريقة. أنا جبت فرخة في حدود كيلو وربع، نضفتها طبعا وتحت المية كده وغسيل وكل حاجة. فتحتها بقى من النص كده من عند الصدر نصين بس ما فصلتهمش من بعض، وشلت طبعا الحتت اللي هي زيادات في الفرخة اللي هي في الجناحات والرقبة والحاجات دي. وجبنا بقى الكبد والقوانص برضو معاهم لان دي كلها مع بعض كده الفرخة بمكوناتها. جبنا بقى بصلة، جبنا قصدي بولة وحطينا فيها بصلة مبشورة ناعمة، وحطينا عليها معلقة ملح، وحطينا معلقة فلفل أسمر، ومعلقة توم باودر، معلقة كمون، معلقة كزبرة، كل دول معالق صغيرة باودر، ومعلقة بابريكا، وتوم باودر، وقرفة، وجنزبيل، بس الجنزبيل يعني حاجة صغيرة، ومعلقة كركم، ومعلقة كاري. وحطينا يعني حتة صغيرة كده قوي من الزعفران عشان ايه ما تمررش، وبشرة جوز الطيب، بشرة بسيطة برضو كده. وحطينا كمان معلقة مخل كبيرة، وكمان معلقة دبس الرمان كبيرة، وقلبنا بقى ايه الخليط ده كله مع بعض لحد ما يتجانس كده معاكي. التتبيلة دي جميلة قوي وريحتها حلوة قوي قوي وطعمها جميل، هتبقى مع الفراخ هتبقى طعمها جميل جدا. بعد بقى خلاص كده ما قلبناها كلها، جبنا الفرخة طبعا، خدنا بقى من التتبيلة دي وكل حتة في الفرخة تتبليها كده كلها لحد ما يعني تخليها كلها كده تشرب من التتبيلة، بين الجلد كده وبين اللحم بتاع الفرخة وفي الصدر كده وفي البطن وفي الوراك، يعني في كل حتة فيها كده. ما انا مفتحة الفرخة من كل حتة عشان تشرب من التتبيلة دي ويبقى طعمها جميل قوي. وتقلبي بقى الفرخة كده برضو، تحطي كده تحت الجلد كده في الظهر وما بين الجناحات، يعني ان انت تشربيها بالتتبيلة دي كلها عشان تديك طعم حلو. والصدر برضو اهو فتحته كده، يعني بعد ما قطعتها من النص كده من الصدرين ففتحت الصدر كمان من حتتين عشان ايه اتبلها برضو بنفس التتبيلة دي عشان تشرب ايه كل التتبيلة. جميلة جدا، تتبيلة حلوة قوي وريحتها حلوة قوي. الكبد والقوانص بتاعتها برضو هتحطيها في التتبيلة في الحبة اللي بقيوا دول، تتبليهم وتحطيهم مع الفرخة. وهنسيبها بقى بعد ما شربناها كده بالتتبيلة كلها، هنسيبها حوالي نص ساعة كده بس على جنب عقبال ما نعمل ايه البصل اللي احنا هنحط فيه الفرخة. جبت بقى صينية حطيت فيه مكعب زبدة، ورقتين لوري، ورقة حبهان، وواحدة مستكة، وقطعة قرفة خشب، يا دوبك بس تسيح حتة الزبدة كده، قطعة الزبدة هنسيحها بس كده عشان لما نيجي بقى نحط عليها الفرخة ما تلزقش في الصينية. جبت بقى البصل الأول حطيته على السمنة بعد ما ساحت، بصلة كبيرة كده متقطعة طرنشات رفيعة، هتشوحيها بس كده تشويحة بسيطة يعني مش هنديها لون. وحطيت كمان عليها عود قرنفل، وحطيت عليها يعني سنة فلفل أسمر مع الحبهان والمستكة والورق اللوري والقرفة الخشب. عايزة اقولك الريحة جميلة جدا وانت بتشوحي البصلة كده،
ريحة طالعة جميلة جدا. بعد كده بقى هجيب ايه الفرخة، انزل بيها كده على البصل، واستني عليها ما تقلبهاش على طول لحد ما تلاقيها ايه يا دوبك، يعني تعرفي بقى تحركيها بالمعلقة. حركيها بقى شمال ويمين كده، تاخد من التشويحة بتاعت البصل كده. كده خلاص اهي قلبتيها. رحت بقى قلبتها تاني على ظهرها بقى، علشان ايه؟ علشان الجنب التاني دوت برضو ايه ياخد من التتبيلة من التشويحة بتاعت البصلة. بعد كده بقى حطيت عليه فلفل اصفر واحمر واخضر طرنشات كده رفيعة، شوحتهم برضو كده على جنب الاول. زي ما انت كده شايفاني ان انا ايه شوحتهم على جنب الاول، عشان ياخدوا برضو منين من التتبيلة بتاعت البصل اللي احنا حطيناها الاول، تشويحة البصل يعني، مع الزبدة مع الحبهان والمستكة والتوابل الحلوة دي. بعد كده برضو نزلت عليهم بطماطمايه متقطعة برضو طرنشات، وحطيت بقى معلقة ملح ونص معلقة فلفل، عشان احنا طبعا حاطين فلفل في التتبيلة بتاعة الفرخة. قلبتها بقى تقلبتين، وحطيت طبعا عليهم الكبد والقوانص، وحطيت عليهم كوباية مية صغيرة. وبعد كده بقى غطيتها بالغطا يا دوبك تتشرب. وبعد كده رحت حطيتها في الفرن في الشبكة اللي في النص، على نار هادية، على نار متوسطة يعني، علشان هي كده تعتبر خلاص استوت، هتحمر بس من غير ورق فويل ولا أي حاجة، على الشبكة اللي في النص كده. وتولعي الفرن على درجة متوسطة. نكون احنا بقى عقبال هي ما تستوي، يكون احنا عملنا ايه الرز مع بعض. جبت برضو حلة وحطيت فيها مكعب زبدة ومعلقتين زيت، ورقة لوري وحبهان ومستكة وقرنفل وقرفة خشب، ونزلت بقى عليهم بالرز بعد ما غسلته طبعا صفيته. قلبيه بقى كده مع السمنة، مع الزبدة قصدي، قلبيه كده تقليبتين، عشان الرز لما بيتقلب كده في السمنة والزيت كده وبيتشوح بيفلفل كده وما بيعجنش. هتلاحظوا بس ان انا معلش غيرت المعلقة، علشان الرز اللي هو على الجناب دوت مش عايز ينزل بالمعلقة سيليكون، فانا جبت معلقة خشب عشان ايه اعرف اقلبه كله مع بعض. بعد كده بقى هنزل عليه بالمية. المية يا دوبك تغطي الرز بعقلة صباع، ده رز بلدي عادي. هنحط بقى عليهم معلقة الكاري، معلقة صغيرة كده مليانة، وهنحط معلقة ملح، ونحط كمان ايه يعني سنة فلفل اسمر عشان بتديله ريحة. ماشي كده خلاص قلبناه اهوت، والرز اهو فوق المية قصدي على الرز في حدود عقلة صباع، يعني ما تكتريش اكتر من كده عشان ما يعجنش. هنغطي بقى عليه قبل ما يشرب المية خالص، وطي بقى عليه توطية صغيرة جدا، يعني شعلة كده صغيرة يستوي براحته. وبعد كده خلاص بقى الفرخة هي ما استوت وجميلة جدا، والشكل جميل والطعم أجمل مع الرز اللي بالكاري، وحطيت لهم حبة زبيب، حطيت للرز حبة زبيب كده بعد ما استوى. وزي ما انتم شايفينها كده أكلة جميلة جدا وبسيطة ومكونات حلوة قوي قوي، هتعجبكم. عايزاكم بقى تجربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا جدا. واللي أول مرة يشوف القناة يدخل يعمل اشتراك ويفعل الجرس ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.